ناضوا الدوله اش دارت؟ ناضت الدوله مشات جابته، وراه كاين دابا الان في بوفاريك غادي يدوز في المحاكمه والالتماس باش ياخذ 3 سنين تحت الحبس على كلمه واحده انطق في عمر هذيك. واش قالوا حفاظا على حقوق الطفل وكذا واللي ما عارفينوش هاد مساخيط الوالدين هو انه نهار تحرقوا هذوك الوليدات الايتام كانت واحد المغنيه وجايبه دريه في عمرها 8 سنين ترقص على جثث هؤلاء، وربما ما عرفتش شفتي الفيديو ولا لا. شفتو الفيديو. اوكي وريه الا كان عندك. علاش ها هو الفيديو. الليله اللي ماتوا فيها الوليدات هذه راهي ترقص مع طفله في عمرها 7 سنوات. دابا الكارثه فين كاينه من هذا الشيء كامل؟ دابا الدوله علاش مشات شدت هذاك خينا؟ وعلاش راهو كاين تقريبا انه حكومه وهو قال لهم بانه راه عندي متوسط يعني ما قاريش وخرج بفيديو اعتذار. علاش الدوله شدته؟ لانه تخاف بالامور انها تنزلق وتدخل الدوله في عشريه سوداء. وانا غنعطيك الدليل. ناضوا الحياه كيخرجوا فيديوهات وكاين اللي حتى خرج الفيديو واش قال لهم؟ قال لهم الا كانت 98 الا كان في التسعينات درنا معاكم مزيان، هاد المره غادي نتزوجوا بكم. بحال هكا فيديو. ومعروفين هادو اللي قالوا معروف. عندي الفيديو عندي. لحيه الواعره فين كاينه؟ الواعره انه كاين واحد القبيلي الا تعقل واحد الوليد من الجنوب الصحراء تارقي هو. هذا الوليد هذا مشى لتيزي وزو وكان كيصور بالفيديو يدوز واحد المراه من موراه لابسه سروال مع هو من هذوك السلفيه وهادو. قال لي احشم على روحك زعما كيدوي على السيده. ناضوا القبيليه ما عجبهمش الحال وهي تشخض بيناتهم. دابا الكارثه فين كاينه؟ هو انه واحد خينا قبيلي عايش في الصحراء عاد هذوك التركيين خرج بالفيديو. هذا الفيديو شنو فيه؟ والله العلي العظيم ما تسمعوش حتى بوحدك. بالسبان قال ليه انا غادي نمشي لك عند امك راني نعرفها فين كاينه ونفعل ليها. هذه الاولى. قال لي انا كندي خوات هذاك 100,000. الوعره وشنو؟ قال لي انا لو كان نشد شي واحد من جنوب الصحراء القاه في تيزي وزو نخزر عليه ليتر ليسانس ونحرقو. هذا الشيء كامل شنو طرا؟ هو ان السيد خرج في فيديو اعتذار وسامحت ليه الدوله. وواحد قال غادي يضرب 3 سنين تاع الحبس. هذه الجزائر العشوائيه كيديرها العجد باباهم. المهم اللي يقول لك ما عنده جميع الفيديوهات عندي موجوده وغادي نصيب عليكم فيديو ونصيب عليكم شريط غادي نجمع لكم كاع الفيديوهات. عرفتي اش خاصك دير ادريس؟ خاصك تحط شي نمره واتساب وقيلت انا غنديرها غتحطها وتقول لهم اللي عنده شي فيديو صيفط. لا راه عندي النمره ديال الواتساب انايا عارفين هذيك. لا هذه خاصها غير بالفيديوهات تاع الجزائر. اللي عنده شي فيديو صيفط وغتلقى العجب لانه واخا حنا راه ما تيوصلوناش الكوارث ديالهم باش تكون عارف. لا انا كيوصلني كل شيء. شوف انا الخوت المغاربه راه كاين تقريبا اكثر من 3000 واحد. انا نشكرهم في البارطاج هنا في تيك توك. اقسم بالله العلي العظيم الا كندخل كل صباح كنلقى تقريبا واحد 600 700 ميساج. هو انا داوي معاك هو ميساج وصل. ومشكورين الاخوه على البارطاج ربي يحفظكم. دابا انا كي قلت لك الدوله اشنو ناضوا الجزائريين اش داروا؟ بداو بعد الاخوان. دابا الكارثه فين وقعت؟ الكارثه هو ان الدوله ما قدرش تحكم في التفاعل ديال هذا الموضوع. انا عندي الفيديوهات من بعد نشرهم ديال واحد مثلا عنده ديباناج خرج بفيديو. اش قال لهم؟ قال لهم ايبوا لحيه محتاج
هاد الطوموبيل هادي ديباناج يخلص 50%. واحد واحد تفضل. عنده، اصبر، واحد عنده محل ديال التليفونات، قال لي شوف خويا ابو لحيه، كي تجي لهذا المحل حسبوا دارك وتدي 50,000 ريديكسيون غير على اللحيه تاعك. حالك. دابا الدوله في الجزائر شنو، وانا قلتها لهم، قلت لهم لو كان تعاود تجبد العشريه السوداء ولا العروشيه في الجزائر راهي كارثه. اخطر حاجه تخاف منها الجزائر حاليا هي العروشيه. شنو العروشيه دريس؟ العروشيه هما في الجزائر يعني كاينين العروش بحال العرش النايلي، بحال العرش القبايلي، بحال العرش فروع. هادو الفروع كنسميو حنا الفخده. هاد الفخدات في الجزائر كاين كيما نقولوا حنايا، بحال نعطيك مثال، كانت واحد الجمله كيقولوها بزاف الجزائريين ومن بعد حولوها لنا حنا، وكان عاودها سلال، كان يقول شاوي حاشا نعمه ربي. انا واحد المره قلتها لواحد شاوي اقراجتو كان غيلوحم. هي ماشي سلال هو اللي قالها مصالي الحاج، والجزائريين اصلا ما عارفينش هذه القصه هذه كيفاش قالها مصالي الحاج. والله العلي العظيم اقسم بالله ما كاين جزائري عارفه علاش قالها مصالي الحاج. هو اول واحد كينطق ديال شاوي حاشا نعمه ربي. احتقروا هذا. الحاجه الاخرى هو القبيليه. انا نعطيك واحد ليكزومبل ساهل باش تفهم القضيه ديال القبيليه. حنتوما راه الدوله كتحاول انها تفاداها، ما تبغيش تناقشها وما يبغوش الناس يناقشوها، وعقوبات حبسيه كبيره على الناس اللي يدخل في هذه المسائل. وتبون قالها شخصيا، قال لك من يمس يعني التركيبه ديال المجتمع الجزائري الدوله لن تتعامل معه زعما بهذيك المبدا ديال الرحمه وهذاك الشيء. انا نعطيك واحد ليكزومبل ساهل بلاتي. اخوان خليتي شوف. يقول الجمله ديالو. هذا قبيلي، هذا يسميوه إدر المسعودي، هو ولد بجايه وعنده فيرما في المنيعه. ناضوا بزاف ديال الابل تما، الجمال دخلوا ليه الفيرما تاعو. واش غادي يدير؟ ما لقاش ليهم الحل، مشى جاب قراعي تاع لاصيد وعمرهم في هذوك البيراك تاع الماء اللي كيشربوا هذاك، ولاو كاع الجمال اللي شربوا من تما ماتوا. راه ولات هي تران دوزوها في الجزيره. هاي فلاح جزائري هاو. واخ دابا المشكله فين كاينه؟ المشكله هو كلمات هاد العروشيه غادا تبان. هنشوف شوف واحد اش كاتب. انت انا نقرا لك: صاحب حادثه تسميم الابل بحمض الاسيد في الصحراء في ولايه المنيعه يدعى إدر المسعودي، مستوطن ينحدر من ولايه بجايه. هاي هذه الكلمه هذه قادره مولاها تضربوا تقريبا ب 15 عام تحت الحبس. هنا تبان لك بان المبدا ديال العروشيه مازال كاين في الجزائر، وهما كنظام كيحاولوا انه الماكسيموم يتفاداوه، لانه كيخلق مشكل داخل الدوله. يعني بحال باقي عندهم ديك القبليه وداك الشيء مازال. مستوطن زعما تيطراوم على اراضي ديال الناس وصافي، ماشي بلادو غنطراوم. والجزائر كامله راها تاع القبائل. على رئيس المجلس الشعبي البرلمان تاع الجزائر شكون يحكموا دريه في عمرها 24 عام يسميوها خالده بن فدش. هاد خالده بن فدش اصلها منين؟ بنت بجايه قبيليه. دابا تخيل انت في الجزائر كاينه اكثر من 400، كاينه 407 نائب برلماني في الجزائر، عطاوها لدريه في عمرها 25 ولا ما عرفت 28 عام، طبيبه ديال الحساسيه. دابا هذه غادي تصير كفاءة على الرجال. لا دابا نورمالمون القياده ديال البرلمان كتعطى لمن هو اكثر كفاءه وتجربه. بيان سور، لان هذه راهي مؤسسه تشريعيه وللرقابه، وهي في اول خروج اعلامي ديالها دارت اكبر خطا في حياتها.
قالت لك لقد تلقيت توجيهات من سيد الرئيس. يا استاذه، الماده 16 من الدستور الجزائري كتقول بان المؤسسه هذه ديال المؤسسه ديال ما يسمى بالمجلس الوطني الشعبي راهي للرقابه وللتشريع وليس لتلقي توجيهات. راكي تمشي عكس البوست اللي كتقولي فيه انت. لا قالت لك انا تلقيت التوجيهات الساميه. ولاش دايرين هاد الانتخابات نتوما كاع؟ غير متمكن، هو الشخص الغير المناسب في المكان الغير المناسب. دريس قال لي شي حافله عاوتاني تقلبت هاد الصباح وماتوا 6. لا هذه كانت وقعت في ميمون ماشي دابا. الصباح ما هذاك الشيء ولا عندهم عادي نورمال. لا يلا قال الاخوان اكدوها، الله قال لك غير الصباح قلبت شي حافله وماتوا 6 الاخوان. ها هما تيقول اين بلاصه الاخوان. قال لك شي 5 ولا 6 اللي قالوا لي. كلشي الا كانت في تيميمون راه وقعت الغد ليه ديال بومرداس. لا غير اليوم ها تقول لي اليوم الصباح. عطونا المكان فين كاينه في قسنطينه. واقيلا قسنطينه قال لك غير اليوم. فين الاخوان فين؟ ها هي الشمالي قالت لي ماتوا 6. فين الخوت؟ ادريس دابا هما علاش ما تيبغوش يستوردوا هاد العجلات ويهنيو الوقت؟ علاش؟ انا نعطيك الجزائر علاش باش تفهم واحد القضيه. دابا علاش الجزائر حابسه الطوموبيلات اصلا على الجزائري؟ خصك تفهمها. دابا انت نعطوك وزير الماليه، انت اللي غتكلف بالفلوس. دابا في ظل ان الاحتياطي الصرف ما بقاش، كيقول لك بان الطوموبيلات ولا العجلات ديالها راه كيتعتبروا من الكماليات. خاص الطوموبيلات بالعكس ماشي يزيدوا، خاصهم ينقصوا. مثلا انت شريتي غادي تمشي دير لانسكريبسيون في السيت باش تاخذ 2 بنوات. شوف فين وصلت الدوله، دير لانسكريبسيون في السيت باش تاخذ 2 بنوات. وهذوك 2 بنوات الا خسروا ليك غتمشي تكاري طوموبيل 6 شهور حتى توصل المده ديال 2 بنوات اخرين. دابا علاش الجزائر ما بغاش تستورد الطوموبيلات؟ هما كاين 2 الاسباب. انت تعرف بان الدينار الجزائري مدعم من طرف الدوله ومدعم بالنصف. بمعنى انت كيونس الا كنتي في الجزائر وبغيتي تشري طوموبيل هنا، الفلوس اللي كتخلصها الدوله راه كتزيد دعمك، لان لا فالور ديال الدينار الجزائري راه محكومه في النص ماشي في القيمه الفعليه ديالها. علاش دابا الجزائريين ملي كيمشيو لتونس كياخذ 750 اورو، كيدخل تونس سيمانه اذا نهار كامل تما يطلب ويقرا في حاشا السامعين في الشواطئ ويبات في الزنق باش يرد هذيك 700 اورو ويديها للسكوار يصرفها دوبل. اي سي لا ميم شوز. انت كي تبغي تشري شي حاجه على ليترونجي نورمالمون راه كتخلص لا فالور والبنكه كتخلص معاك النص زياده. تخيل انت الجزائر خاصها 1,000,000 سياره وحلت لك لامبورطاسيون ديال لي فواتور، شحال غتخسر معاك الدوله غير في لا فالور ديال لا ديفيرونس في القيمه الفعليه ديال الدينار الجزائري؟ غتخسر معاك واحد 4 المليار. وهذيك 4 المليار راه الدوله كتقول اللهم نعيش بهذا الهيشر هذا ولا نشري ليه طوموبيلات. واخا شنو هو الاشكاليه الثانيه؟ الاشكاليه الثانيه انا مشينا جبنا هاد 1,000,000 سياره للجزائر. هاد 1,000,000 لا هاد 1,000,000 سياره هذه باش غتسيركيلي؟ خاصها المازوت. دابا هاد المازوت هذا اللي غتسيركيلي به هاد 1,000,000 سياره، واش نحيدوه من هاد الكونتيتي اللي عاطينها للشعب ولا نحيدوها من الكونتيتي اللي كنصدروها برا؟ الا حيدناها من الكونتيتي اللي نصدروها برا راه غتنقص القيمه ديال غتنقص الكونتيتي ديال العمله الصعبه، والا نقصناها هنايا غيوقع الخصاص. يعني كارثه في دونك الدوله اش كتقول؟ اللهم احبس عليا لامبورطاسيون مادام ما كاينش فلوس. هنا وسالات. هما الجزائريين ما عارفينش بان راه ما كاينش فلوس، ما عارفيناش. ايوا دابا ملي يخرج البنك المركزي يقول لك عندنا 68 مليار احتياطي صرف. دابا الجزائري شنو كيمشي في بالو؟ بان هذه راه كامله فلوس عندنا، ولكن ملي كتمشي تشوف شحال كاين ديال الليكيد يلا كاين 10 المليار. واش غدير لي؟ والدليل هو عندي من البنك المركزي الجزائري. واش غدير لك 10 المليار؟ ما عندها ما دير لي 10 المليار تكمل لك العام. ومن بعد السلام عليكم. واش فهمت؟ وي انا محيت هذيك
يا ودي شكون تيهضر على سبته؟ سبته صافي سالينا، حنا راه دابا في سبته مشينا جربنا حظنا وما ما صدقاش ورجعنا. غرطونا الجزائريين سبته راه مشينا جربنا حظنا ماشي اللي عطا الله رجعنا. تيعاودوا يحلوا ان شاء الله ونمشيو. فاس راني حيتهم ديك التعاليق حيتهم مازال ما تبداش الموضوع ديالك ابو دريس ياك؟ انا الى اوي كاين سمير هنايا. يلا عوض الله الحميه. سي ادريس يونس والله العلي العظيم اقسم بالله ثلاثا وعلى راس ولادي الى البارح واحد نص ساعه وانا نقلب على النمره ديال التليفون ديالك، اقسم بمن انزل الرحمه. عطيتك جديده دابا نيت وعطيتيني جديده ومشات ليا. هاي دابا تكون عندك. خلي لي غير ميساج في الخاص باش تلقى عندي. والله العلي العظيم الى البارح. فوالا هو الميساج وصل. الجزائريين اللي بغى يناقش معنا يا وصلات. تحياتي اخي سمير. صافا سمير كلشي مزيان؟ خاي ادريس بارك الله. ولاد ولد عمي هذا وين راك وسام؟ مع الوقت اخويا ادريس الله لا مع الوقت. ما دخلتيش هنا ولا مازال؟ لا محال دابا كنبدل العتبه. وهي راه غير من نيجاتيف باينه. يلا نتأضافا مع العتبه الجديده. خلاص انا ديما معلق عند يونس انا. اسيدي بالتوفيق. بالتوفيق. تقول عليه غابر ديما عندي. انا ما بقيتش كنحل، ما بقيتش كنشوفو بزاف. انت اللي غابر تعرفيش تحل بزاف اخويا ادريس. انت انا شويه مع الخدمه وهذه لازم نديرو شويه. هذا ما كان. شتي سي ادريس الرابور ديال صندوق النقد الدولي اللي خرج نهار 6 في شهر 7 على الجزائر؟ ديال الماده الرابعه. عرفتي يا صاحبي شوف بحال قال لهم بالدارجه العربيه عربت، قال لهم من اخر ميسيون جينا عندكم اللي عطيناكم داك 4 ديال الحلول والاقتراحات ما درتوا والو. قال طالب الحكومه بتسريع الاصلاحات ودوك المقترحات اللي اقترحوا شحال هادي. اللي يقول لك الاقتصاد ديالنا غادي يوصل 317 مليار دولار، راه ماكياج اصلا بالله الا ماكياج. انا كيجيني هذا البي بي بحال بنادم موسخ مخنخن وكيدير العكار باش يولي زوين. سي سمير، هو انت كتزيد في البي بي بلا ما تزيد في لا برودكسيون راك ما درتي والو. كتجمل الارقام اصاحبي. شنو هذا البي بي ودخلناك بالله انت. انا كنعرف البي بي كيتزاد الا ما كنتيش في ازمه. كيفاش في ازمه البي بي ديالك كيتزاد؟ تزيد في البي بي شي لا تزاد البي بي ديالك في الازمه صافي انت راه كتعمق الازمه. بحالاش راك عارف اخويا ادريس لان دي كومبوزون ديال البي بي هو الانفاق العمومي. يل سوفي انني نزيد في الانفاق العمومي تزاد في البي بي، ولكن لا زاد في الانفاق العمومي بلا ما نزيد المداخيل كنزيد نعمق الازمه ولا لا؟ كنزيد نعمقها، ولكن كنكبر البي بي. يعني البي بي كبار ولا صغر ما كيعطيكش فكره على ان الاقتصاد ما كيعنيش اوتوماتيكمون ان الاقتصاد واحد طوندونس بوزيتيف. في نمو باغ اكزومبل الا كانوا لي ديبونس بيبليك هذا معناه بانك غادي في الخسران اكثر ما غادي في الربح. سي مانيبيلابل اخويا دريس. دابا هاد الجزائر هذا البي بي ديالهم، هاد البي بي اللي عندهم دابا واش هو اللي خاص يكون عندهم زعما بحكم هاد الثروات اللي عندهم تكون عندهم كثر. انا نقول لك اخي شي دابا هاد البي بي اللي كتشوف الجزائر مناش مكون من الانفاق العمومي اللي جوج مرات الانفاق ديال المغرب 74 مليار دولار هما 135 مليار دولار ياك. هذه بين قوسين غير نظريا لان بالنسبه لي مستحيل الجزائر تخسر 135 مليار دولار ياك. كتزيد عليها الاستثمارات زائد العجز التجاري. لا كان بوزيتيف لا بوزيتيف، كان نيجاتيف لا نيجاتيف. تخيل لو ان الاقتصاد الجزائري كيصنع غير النص ديال داكشي اللي كيصنع المغرب، غير النص غادي يولي عندهم زائد 21 مليار دولار في الميزان التجاري ياك. يعني المغرب شحال دابا كيصنع المغرب؟ راه 14 مليار دولار ديال السيارات، 2 مليار دولار قطاع سميتو اجزاء السيارات، اجزاء الطائرات، المهم اون تو بورتو 21 مليار دولار. الا تزادت عندهم في البي بي كنقولوا فعلا البي بي راه تزاد ياك. وعندهم مقومات باش يديروها. علاش؟ لان عندهم كل شيء. عندهم المواد الاوليه، عندهم سميتو، عندهم الطاقه
ما عندهمش غير العنصر البشري، غير العنصر البشري اللي خاصو. حنا ما عندناش مواد اوليه، ما عندناش طاقه، وعندنا العنصر البشري. يعني هما اون بليس ديال هادشي اللي كيديروا، لو كان عندهم العنصر البشري قسما بالله العظيم تشوف البي بي ديالهم كيضرب واحد 500 ولا 600 مليار دولار. 500 ولا 600 مليار دولار كون كان عندهم بنادم. دابا راه كيبومبي من الارض وكيبيع ودير 300 مليار دولار هذا العام، هذا بروجيكسيون 317 مليار دولار. ايماجين كون كان كيصنعوا، ايماجين اخويا. قلت لكم اش كيديروا باش دابا المغرب بغى البي بي غدا يديكلاري، كندوي على ديكلاري ماشي فعليا، غدا نديكلاري 400 مليار دولار. سيد ريس راك عارف راه بوسيبل. الميزانيه بدل ما ندير 74 مليار دولار نزيد ليها واحد، شكون غيتحاسب معايا؟ 174 مليار دولار راني خاسره. نقول لهم انا الميزانيه ديال هذا العام 174 مليار دولار ياك، وندير حاجه اخرى نلعب عاوتاني في لو طول شونج، ندير اسيدي 5 دراهم كتساوي دولار، هاني دوبلتو. راه هادشي اللي كدير. هادو هما الميكانيزمات اللي هضر عليهم تبون. قال لك عندي ميكانيزم باش كنلعب، ولكن هاد الميكانيزم هادو راه هضر على هادشي اخويا ادريس قسما بالله. وانا سي نورمال الميكانيزمات. قال لي اي راه كاينين ميكانيزمات اللي نطلعوا بقيمه ديال الدينار. اي انا خفض سعر الصرف ياك، هما عندهم الدوبل ياك القيمه. وهذا سي سمير اسمح لي على المقاطعه، هذا راه من بين التوصيات ديال صندوق النقد الدولي. صحيح. وعليكم السلام ورحمه الله. هو انه يعني قيمه العمله تكون اكثر مرونه، بمعنى انها تكون قريبه يعني من اقتصاديا من دوله. انت كي دير دابا الجزائر اش دايره دابا تسقيف او لا كما نقولوا حنا تحديد قيمه العمله مقارنه بالعملات الاجنبيه، هو تقدر تقول محكوم اداريا، يعني كتسمى التسقيف المحكم او المغلق. ما عندهاش اون فاريتي تطلع ولا تعاود تهبط ولا. وحتى لا ديفيرونس اللي كبيره ما بين، يعني كيفاش تقول لي راهي 155 وانت راك هابط على 320. دونك نعطيك باش الناس الارقام هذه ما تضرهاش راسك. تخيل انت لو كانت الدوله الجزائريه دير الفري فلوتين او تعويم ديال الدينار الجزائري، معناه ان الدينار الجزائري غيهبط على 300. وهما اش كيديروا كيحسبوا البي بي بالدينار الجزائري، عاد كيكونفيرتيوه للدولار. دابا انت ملي كتحسبوا بالدينار الجزائري القيمه اللي كتعطيها لي بالدولار، واش كتحسب بال 155 ولا ب 300؟ كتحسب بال 155. لو كان تحسبها ب 300 البي بي ديالك ينزل ميم با 170 مليار. دونك هنا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه دابا شوف اللجنه او الماده الرابعه ولا كما كتسمى الدوريه ديال صندوق النقد الدولي مع الجزائر. اخر مره سي سمير كانوا جاو كما قلتي عطاو التوصيات الاربع. التوصيه الاولى هي الانفاق، والانفاق على مستوى يعني الدعم. لازم الدعم يكون موجه، ما يبقاش غادي بهذا الشكل هذا. هذه النقطه الاولى. الوعاء الضريبي لازم الجزائر توسع منه. النقطه الثالثه هضروا لهم على مستوى لي زانفيستيسمون خارج قطاع المحروقات. هذه النقطه الثالثه. النقطه الرابعه هضروا لهم على العمله ديالهم، بمعنى انها خصها تكون اكثر مرونه. لما جاء التقرير الاخير هذا ديال ثاني ديال نفس الماده الرابعه، واش قال لهم؟ قال لهم لازم الدوله الجزائريه تلقى حلول مستعجله، لان الهوامش الماليه على مستوى النقد الاجنبي راهي في تآكل. بمعنى لا استراتيجي اللي انت غادي بها اكطوالمون في الانفاق ما غاديش تخرجك، لازمك تلقى حلول. والحلول هي تحبس الانفاق، يعني في بعض الامور اللي ربما تكون دون جدوى وما عندهاش يعني لا برودكتيفيتي، تزيد كما نقولوا حنايا الانفاق ولا الاستثمار. والحاجه الاهم من ذلك هو حتى القيمه ديال الدينار. راه تقريبا سي سمير عاود نفس التوصيات ديال مره اخرى، غير هذه المره باكثر حده. كيبان لي وخصهم في الفقره الاولى قالوا بوغ رونفورسي لا ريزيليونس ايكونوميك. انت بوغ رونفورسي شنو خصهم يديروا؟ قال لك ان دوزاج مي ايكيليبري دي بوليتيك ماكرو ايكونوميك سوغي نيسيسير. يعني على ليشيل ماكرو ايكونوميك خصك تيكيليبري، يعني الصادرات مع الواردات مع الالتزامات ماكرو ايكونوميك في ميكرو. ثانيا خليكم تحياتي. انا رجعتكم الله نسمع لكم. يلا حتى الاخ سوس عالمي يلتحق بنا. مرحبا بك. يلا تحياتي. انا عندي شي فيلم. هضر عاوتاني على كونسوليداسيون دي فينونس بيبليك، باسكو عندهم مشكل كبير في لو سيكتور بيبليك. علاش؟ لان 135 مليار دولار فين غتمشي؟ غتمشي سيكتور بيبليك غير منتج.
ثانيا قال ان بوليتيك مونيتير اكسي سور لا ستابيليتي دي بري اي اي بلو غروند فليكسيبيليتي دو تشونج. قال باش تخرجوا من الازمه خاصك تزيدوا في لا فليكسيبيليتي ديال لو تو تشونج. بعدا انت ديال 135 على الاقل غطلع على 150 ولا 160 ولا على الاقل دير ان بورسونتاج 5% 6% 10% لا بغيتي تخرج من الازمه. وهضريت على هادشي اللي هضرتي نيت ملي كيعاودوا السي دريس التوصيات السنه الثانيه للتوالي صافي ديرها ما دار حتى شي حاجه. اكزاكتلي. داروا جوج الحوايج اللي ما كانوش داخلين في التوصيات. الاولى انك يخرجوا من المنطقه الرماديه ديال الكافي، وهذه ما كتعنيش زعما ان الاقتصاد قوي وقوي جدا. يسوفي انك تبين لهم ان عندك دي ميكانيزم لمحاربه بلونشيمون ديال لارجون. وقال لي زيفور دو ديفيرسيفيكاسيون ديكونومي. لي زيفور يعني ماشي دار غير لي زيفور، غير الهضره الكلام فهمتي. يقول لهم غنديروا 7 مليار خارج المحروقات داخل في لا ديفيرسيفيكاسيون. اش تيقول لك البنك الدولي هنا كيقول المنجزات، قال لك فقط لي زيفور، يعني مازال ما كاين حتى شي حاجه. يعني اللي غايقول لك لا حنا بدينا، اقول له اخويا راه البنك الدولي يلاه خرج توصيات دابا شحال لو 6 جويي 2026 مورا بالضبط يقول لك الله كديروا تما لي زيفور. وبيان سور هضر السي دريس على هادشي اللي هضرتي عليه اللي هو لاسيت فيسكال. خاص الوعاء الضريبي خاصك تزيد في الوعاء الضريبي. علاش؟ لان الجينيرالات او الكابرانات ما كيخلصوش الضريبه. كل كابران شاد لك ان سيكتور وكيتهرب من الضرائب. صافي دير ان هادشي كامل تيكذب لنا عمي. تبدون في الخطاب ديالهم تيقولوا حنا الاقتصاد ديالنا غادي بواحد الديناميكيه اللي هي ايجابيه. ولكن فين هما التداعيات ديال هذه الديناميكيه الايجابيه؟ شنو هو؟ نقص العجز. او هضرت على العجز السي دريس. نقص لك العجز لا ما نقصش. ترونفورسات قيمه العمله لا ما ترونفورساش. تزادك ريزيرف دو شونج لا ما تزادش ريزيرف دو شونج. واخا فين كتبان انت هذا سميتو؟ بالعكس انا اللي كيبان الميدان الاقتصاد غادي وتتهاوى. علاش؟ لان كاين شي حوايج السي دريس على الميدان الا اناليزيتيهم بروفونديمون كيبان لك انه جاي من واحد الازمه وازمه خايبه بزاف. هضرتو قبيله مع السيونس على العجلات وراك هضرتي السي دريس فهمتي مزيان ان هادو عندها علاقه باش عندها علاقه بلا بالونس كوميرسيال وعندها علاقه بلي ريزيرف دو شونج. ملي ماده حيويه دو بروميير نيسيسيتي لان عندها علاقه بالارواح البشريه وكنت كدير لا باغيغ لونطري وكدير كوطه ديال داكشي كيدخل، ما عندهاش تفسير اخر من غير ان ريزيرف دو شونج ديالك راه قليل. ملي الشعب تيبغي يخرج كتعطيه 750 دولار ما عندهاش شي تفسير اخر من غير ان الريزيرف ديالك قليل وقليل بزاف بغض النظر على داكشي اللي كيديكلاريو. ملي كتوصل قيمه العمله الحقيقيه الضوبه ديال القيمه المصرح بها من طرف البنك المركزي ما كتعني ما كاينش هاولها. كاين حاجه واحده ان الريزيرف ديالك ميت. علاش؟ لان دابا كومونسا في لو ميكانيزم ديال كطلع العمله ولا كتثبط العمله القيمه ديالها عنده علاقه باش الصادرات والواردات والطلب العرض والطلب على العمله محليا. دابا انا دوله ياك عندي يا سيدي 6 شهور ديال تغطيه الواردات 6 شهور من العمله الصعبه. اللي بغى شي حاجه غنعطيها لنا. عندي 6 شهور و6 شهور وعندي دي بيرسبكتيف ل 6 شهور الجايه. فهمتي دراسه ديال ماكرو ايكونومي. دابا ملي كنشوف مثلا دوله اللي عندها تقريبا شهر ولا شهرين ديال الواردات، انا مورد انت سيدي ماشي الدوله اللي كتستورد الشركات اللي كيستوردوا. انا مورد انت مورد سي جبار مورد الاخ تا هو مورد. كاين سيدي غير مليار دولار اللي خرج البنك المركزي اللي غيعطيه هذا الشهر هذا. انا وانت وسي جبار وهذا الاخ محتاجين 2 مليار دولار باش نجيبوا السلعه اللي بغيناها. شنو غتنوض بيناتنا؟ منافسه. دابا الا طبقنا هنا مبدا العرض والطلب شنو غادي يكون اكثر العرض او الطلب؟ غادي يكون الطلب اكثر من العرض. في هذه الحاله السلعه دابا اعتبر الدوفيس كوم سلعه ياك كبضاعه. دابا هذه البضاعه اللي الطلب عليها اكثر من العرض غادي تطلع ولا غتنقص؟ غادي تطلع. هذا هو الميكانيزم. بينما العكس الا كانت مثلا موجود الدوفيز والبنك المركزي ما عندوش مشكله سيدي يصرف حتى 3 المليار في الشهر وحنا كاملين يلاه محتاجين 2 المليار. طبق عاوتاني قالوا العرض والطلب هنايا. يعني العمله دي كتقوى مقارنه بالعمله الصعبه. ملي كنجيو كنشوفوا حنا السيستم ديال الواردات ديال الجزائر في هاد السنتين اللي دازو اش كيبان لينا؟ كيبان لنا بالملموس انا عنده مشاكل في الريزيرف. واخا يديكلاري 100 مليار دولار نقول لي اسمح لي الواقع يكذبك كيفاش انت 100 مليار دولار
سي سمير، خلينا نبقاو في هذه النقطة هذه، ديال الميزان التجاري، وحتى يعني ربما حتى وقيلا مؤخرا، انا الكلام لست متأكدا منه، بأن سي سعيد سعيود خرج في تصريح وقال بأن احتياطي الصرف ما يسمحش على مستوى الامبورطاسيون في هذه الامور هذه. انا لست متأكدا من هذا التصريح. سي سمير خليك معنا نشوفوا مع السي جبارة والاخ اللي طلع معنا ونعود. تفضل السي جبارة. اللي قالوا سعيد سعيود هذا خبر صحيح، راه قالها مباشره فاز. يعني الريزيرف شونج ما بقاش الفلوس. لما داش حاليا ما نقدروش نستوردوا 10000 حافله كامله، وما نقدروش نزيدوا نستوردوا من العجلات، لان ما عندنا يعني ال 10000 حافله ما كاش. باش ما يستورد شي 400 ولا 200. على كل حال شوف سي انا ديما بارطاجيو لنا اللايف الشبيبه ولا لا حشومه. لا عندنا 400 ديال البارطاج ماشي حشومه. عرفوا يا سمير، انا اللي بغيت نوصل تحياتي شحال من سمير هو في الاقتصاد، وهذه المساله هذه راه عندها واحد البساطه في الفهم، باش نبسطوا عوض ما نبقى نهضر بالبي بي ونهضر بالكومبلكسيتي ايكونوميك وهذه المسائل هادو. كاين طرق بسيطه نقدر نحطها كمثال، وهي نفس الشيء اللي بالنسبه للدوله. شنو هي؟ هو ان مثلا شركه كتبيع 100 مليون وكتخسر 10 المليون، ياك؟ وشركه كتبيع مليون، ياك؟ وكتربح 10000. شكون اللي غتبقى شكون اللي غطير؟ الشركه اللي كتبيع 100 مليون، ماشي اللي كتبيع مليون. بمعنى لو ديفيسي ايكونوميك راه هو لو ديفيسي ديال اون سوسيتي. الشيفر دافير ديال اون سوسيتي هو البي بي ديال اون ناسيون. اوكي، ما عليناش. هذه نقطه اساسيه. ملي كتكون كتكالكولي البي بي بار لي ديبونس، بمعنى كتحسب الناتج المحلي حسب الانفاق، شنو لا بغيتي ترفعو بغض النظر على العمله، بسيطه باش ترفعو. كترفع الميزانيه الحكوميه، ياك؟ كيكون عندك تضخم، بمعنى سميتو داك لي ميناج او المستهلك ما كيبقاش عنده التوفير، الفلوس اللي كيربحها كيخسرها. دونك اوتوماتيكمون ملي كيكون الانفاق راه كيكثر الانفاق وكيتضخم الانفاق. هنا في هذه الحاله البي بي كيطلع. وهذا شنو تيعني؟ تيعني بان انت ما قادرش يكون عندك ان كابيتال، بمعنى ما قادرش يكون عندك راس المال، اللي هو كتلقاه نفس الشيء بالنسبه للاحتياط ديال العمله الصعبه في الجزائر. بمحض ان عنده انفلاسيون والبيدجي ديال الدوله مرتفع، شنو كيدير؟ ما عندوش باش يعوض. اش كيدير؟ كيمشي ياخذ من الريزيرف. حنا كنقولوا يجبد من الشكاره، من الشكاره. دونك كيبقى غادي وكينقص، كيوصل عنده الزيرو وكيجلس للارض كيدير فايت. هنا ان الناس ما كتفرقش ما بين الاقتصاد القوي، ياك؟ واقتصاد كيقولوا غني، ولكن راه ما كاين لا غنى لا والو. هذا الاسم انا لا احبذه، لان الاقتصاد القوي شنو هو؟ الاقتصاد القوي شنو هو؟ يكون عندك متعدد الشركات، يكون عندك سميتو المجالات مختلفه وكلهم يعملون بواحد التوازن، بمعنى عندك القطاع الاول، القطاع الثاني، القطاع الثالث، لو سيكتور ان، سيكتور دو، سيكتور بريمير، سيكتور سيكوندير، سيكتور تيرسيير، اللي هو ديال الخدمات، ديال الصناعه، وديال المعادن والفلاحه والصيد البحري. كيكون ثلاثه المجالات كتخدم بهم الاقتصاد. جميع الدول كيخدموا بهذه المجالات هادو. ملي كيكون عندك واحد التوازن، وسورتو اذا كان عندك المجال الثالث مرتفع، بمعنى مجال الخدمات مرتفع، بمعنى راه القيمه المضافه عندك مرتفعه بزاف، لان ما كتخسرش عليه بزاف الفلوس. اذا كان عندك المجال الثاني مرتفع، بمعنى راك مزيان، راك غادي في هذا. اذا كان عندك المجال الاول هو اللي مرتفع، لو سيكتور بريمير اللي هو كيعتمد على المعادن والفلاحه والصيد البحري، وهذا بمعنى راه عندك اقتصاد هش. هذه قواعد اقتصاديه. ما يمكنش انسان غادي يبقى غادي يمشي بعيد. سي جبارة خلينا نناقشوا المعطيات بالارقام باش الناس تاخذ فكره على الارقام، ولكن خلينا تختم بواحد النقطه بسيطه جدا. دابا اللي قال سمير انا نتفق معاه، قال له ماكياج. غنقول لك علاش سيت ماكياج. سي تري سامبل، لان عبد المجيد فاش خدا الرئاسه، كان الصادرات ديال الجزائر
2019 كانت 62 مليار ديال الدولار. تعرف شحال دابا عندهم من الصادرات؟ عندهم 34 مليار ديال الدولار 2025 اخر احصاء. الا قارناها مع المغرب راه العكس، 2019 حتى 2021 الصادرات المغرب كانت فقط 34 مليار ديال الدولار، ياك 2025 راه وصلنا ل 84 مليار ديال الدولار. تفوقنا على مصر وتفوقنا حتى على قطر اللي عندها 78 مليار ديال الدولار الصادرات. وهنا الصادرات صافي كتجلب العمله الصعبه. كمل من بعد راه نطلقوا مزيان هادشي ديال البي بي. شكرا سي جباره. خلينا نستقبلوا الاخ عبد المجيد على ما اظن. سي عبد المجيد، مرحبا سي عبد المجيد. السلام عليكم سي دريس، اش اخبارك؟ لاباس لاباس. مده طويله وانا نتبع فيك وراني طالع هنا غير نسلم عليك السي دريس، وشكرا على التنوير ديالكم، وكنسلم على السي سمير وسي جباره وهذا الشيء اللي كاين هبطني. كنتابعك من خارج المملكه الحبيبه، راني خارج المملكه الحبيبه. سي عبد المجيد باش يطلع اللايف اش كتب لي؟ طلعني راك تخاف. هيا زيد كمل معاك. البركاني انا بركان. تحياتي لك سي عبد المجيد، شكرا لك بزاف. بارك الله فيك، نشكركم بزاف. تحياتي. شكرا سي عبد المجيد. طلعني راك تخاف. هيا قال اللي بغى يطلع يكتب طلعني راك تخاف. نشوفوا اذا كاين شي حد اللي يقدر يناقش معنا، غير هو بشرط يكون عندك مستوى، اوكي، تكون كيما نقولوا حنا فاهم شويه اللعبه، يعني عندك ارقام، عندك معطيات. اما باش تقول لي لا وغير حكايه طاطا خالتي هذه ما واحد اخر كتب طلعني راك تخاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راك لاباس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك الأخ منين؟ سي دريس لاباس عليك؟ والله لا في نعمة ولله الحمد. السلام عليكم. راك جزائري؟ كونيكسيون. لاباس دريس؟ بخير عليك؟ والله لا في نعمة، أنت لاباس؟ السي دريس والله عندي سؤال خويا برك. جزائري خويا، حبيت نسقسيك برك خويا. صديقنا راك مديكالي بزاف، راك عندك روطار، اوكي. حاجة ثانية، مانيش حنايا حاليا الركن المفتي. سؤال، عندك معلومات قادر أنك تناقش معنا موضوع اقتصادي؟ مرحبا. غادي تبدا لي سؤال وكان وفي العصر محمد الخامس والحسن الثاني والسبته وعلاش المغاربه هاجروا، مانيش لا هذا الشيء. يا حافظوا على الموضوع. عندك ما تعطينا في الموضوع اسيدي، يطلع فحمنا ها وحداك افهمهم. لكن باش تطلع عادي سؤال وتقع ما كاين هنا وتقرقب في السوارت وحالتك حاله مالك ولد عمي. اروا لينا شي واحد يفهم شويه. زيد. ما كاينش اللي غيفهمنا قد تخينا هذا. هذا هو الوحيد اللي يقدر يفهمكم. السلام عليكم. راعي لك. مرحبا. سي العروسي شتك مازال ما بنتيش ولد عمي. قريب والله انا قريب على الشغله. وخلي لي النمره في الخاص باش نبقاو على اتصال. مسيت لك انا في الواتساب عاد ريسي دقيقه طفوا عنا الكلمه حرام. مرحبا وسهلا وهلا سمير دكتور جباره خيرت. مرحبا وسهلا خير بينا وبيك. ادريس تفضل صحراوي نسمعك. يا حنبوك قد عاقل لا تغامر بينا. والله القضيه مخشيه في حياتي. يرحم بوك اقعد عاقل راك وعيت لنا بوصبع يهديك ربي. والله لا حق عندي نتكلم. والله وليدي ما يضحك راه يتكلم حق عندي.
عمي صحراوي اصحاب عمي ما يفهموا هذا الشيء هذا راسهم نحكموا حنايا ما كانوا يفهموا اخويا صحراوي كنرم والله نضحك يا اخي دائما كشف اريد ان اكون جزائري. سي نورمال سي نورمال راك حاب تكون جزائري عادي. دقيقة أصل ما هي الرحمة، أصل ما هي الرحمة نعود الجزائري. أنا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذه سنة 30 دوف ولا 37 وحلتها لي يا سح. أدريس هذيك هدر في الموضوع هدر في الموضوع حطينا من بكائية. دقيقة يا ودي البكا راهم معروف عليكم، يا ودي خطيك مني أنا راني تعرفني. صحراوي خليك مادام جا الاوراسي هذا ولد الاوراس لازم نسولو سؤال. الاوراسي الشاوي حاشا نعمة ربي شكون قالها؟ وهراني معليش عادي هو قالها هو السيد اللي عبر على اللي قال حاشا ربي اللي قال حاشا نعمة ربي راه في السجن. اللي قال حاشا نعمة ربي سلال قالها سلال. لا ماشي سلال شكون اللي قالها الاول؟ لا قالها سلال والله ما لا هو قالها سلال قال. سامحني دوكا انت عندك موضوع تاع اقتصاد واش دانا الحاجه اخرى. احنا غير سولناك انت ما عندكش معلومه قول ما عنديش. اللي نطق بالشاوي حاشا نعمة ربي هو مصالي الحاج وانت ما تعرفش علاش قالها مصالي الحاج. معليش راهو مسامح راهو مسامح صراحه سيدي صحيح. شوف ادريس عندك لما تجي تتكلم على الاقتصاد عندك شوف الاقتصاد هذا ماهوش حاجه شغل تجي تهضر عليها شغل انا في المارشي ولا في السوق الواحد يعرض السلعه تاعو. الاقتصاد ارقام 1 زائد 1 يساوي 2. صح. ما نجيش انا نتكلم معاك بالشعبويه ونهضر لك واش راني حاب بدون ارقام وخلاص هكذاك وخلاص كما يقولون نطنز وصاي. سي جباره فركا كان يهضر على الاقتصاد. عباك عجبتني جباره اقسم بالله. شو سبحان الله واحد يتكلم على الاقتصاد يقول لك صادرات وواردات. اوراسي خليني نكمل. دقيقه نتايا باش ما تدخلش لينا انت في العشوائيه وجباره قال كي تبغي تحسب البي بي في دوله ما كيما المغرب والجزائر واش هي الفورميل اللي كنستعملوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خليني نكمل الفكره تاعي ومن بعد نهضروا. خليني نكمل الفكره باش ما تروحليش برك هذا ما كان. انت باغي تناقش معنا اقتصاديا وعندك ارقام ومعطيات. انا سولتك قلت لك بان البي بي في المغرب وفي الجزائر اعطينا الفورميل اللي نحسبوا بها البي بي. الا راك ما جاوبتنيش على السؤال واش من اقتصاد انا نناقشوا معاك. هاي سهله نورمالمون ما تحتاجش بزاف. تجاوبني نكملوا ونطلعوا النيفو ما نجاوبوش ندويو على الشاوي حاشا نعمة ربي اللي انت واحد منهم. هاي سهله عليها تقلق روحك ولد عمي. تفضل سي سمير تفضل. الثاني التقرير ديال صندوق النقد الدولي كيدوي على لا بروجيكسيون ديال 2026 و 2027 ديال البي بي اللي قال فيه عمي تبون انه غيوصل 400 مليار دولار ياك. هنا عندي اخويا كانوا ان 2025 السنه الصوت واحد شويه سمير راه ناقص شويه ولا راك مع شي ناس ولا شي حاجه؟ لا مسموع دابا غير هو معاك شويه ديال الضجيج تما. انا على برا واخا انا غنكون مقتضب اختصر. يلا تفضل. جوج كلمات. دابا ما كرهش صراحه شي جزائري يطلع يقول لنا شنو هما الميكانيزمات اللي هضر عليهم تبون اللي غيطلع بهم اللي غيطلع بهم العمله واللي غيطلع بهم البي بي. حيت انا كنشوف هنا تقرير صندوق النقد الدولي قايلين اسيدي ان البي بي ديال الجزائر في 2026 غادي يطلع ب 3.8% وفي 2027 2.9% غيهبط في 2027. بينما المغرب اللي حنا ما كنهضروش بزاف هذا العام ساينا ب 4.9%. انا ساهلاش العام الجاي نفس الشيء و2025 4.5%. دابا الا طبقت انا درت اون فورمول بهاد لي طو ديال 3.5 ديال 2025 الجزائر والعام الجاي حتى هو 3.8 و2027 2.9 غنلقى 400 مليار دولار. ها منين جاب 400 مليار دولار؟
دونك سي سمير غادي يمشيو بلا فورميل اللي موالفين كيديروا. لا ولكن صندوق النقد الدولي كيعتمد على جوج ديال المسائل باش كيدير هاد لا بروجيكسيون. كاين استيماسيون كيدير هو استيماسيون ماشي ديال البي بي، ديال لا بروغريسيون ديال البي بي، وكاين حتى الاي اي. راه دخل الاي اي دابا في لي رابور ديالو، كيدخل المعطيات ديال الاقتصاد ديال الدوله وكي اكسترابوليه بواحد الاي اي وكيقول ليه فوالا 2025 شنو غيكون، 2026 شنو غادي يكون. واش قاري الجزائر ما قارش الماط، ما يقدرش يدير هاد العمليه حسابيه. راه صاحبي راه شي حوايج كيتقبلهم العقل الجزائري ما كيتقبلهم الا هو في العالم كامل، في العالم كامل. علما ان ملي كندويو على البي بي راه كندويو على صافي الربح، لا فالور اجوتي، ماشي شيفر دافير. ماشي صدرت، الا صدرت انا 100 مليار دولار ما كتعنيش ان 100 مليار دولار غتجي لي في البي بي، راه كنحيد من الوارده حتى هي. يعني صافي يعني باش تتقفز من 285 400 مليار دولار اللي خصك دير 120 مليار دولار. 120 مليار دولار اسيدي دير الصافي الربح اسيدي هي 10% ولا 20%. خاصك تريليون دولار حجم معاملات. كي غيديروا لي هادي؟ والله اخي ادريس قسما بالله انا طلعت ذاك النهار داك جلال دوزت منها 2 مرات، الا بغيت ناقش معاه هو يسبني وهبطني. سيرت ما فيكمش الراجل اللي يناقش، والله ما كاين فيكم راجل. قلت لي لا انت كتسب، انت اللي مكلاصي على الجزائريين، انت هو القدوه ديالهم، انت هو راس السوق في الاقتصاد، وما كتقدرش تناقش وكتسب بالاعراض. سب الملك بالعرض ديالو وسبني انا في العرض ديالي ويهبطني. انا بغيت غير نعرف شنو هما الميكانيزمات اللي هضر عليهم المتبدل. انا تقول لي مثلا 4.9% العام الجاي، 4.5% 2025، نعطيك انا لي بروجي، والله العظيم انا جو سوي كابابل نعطيك انا لي بروجي اللي غيعتمد على المغرب ونقول لك حتى شنو هما الميكانيزمات ديال المغرب. حنا ما عندناش دي ميكانيزم ديال التخربيق، حنا ما كنرفعوش حنايا الانفاق فقط باش نزيدوا في البي بي، حنا كنزيدوا في الانتاج. وقالها الجواهري الله يعطيه صحته داك السيد، قال لك الا جيت انا ندير كما اعطى سمعتوا، قال لك الا ندير كما كدير الجزائر، كما كدير تونس، كما كدير مصر، راه سنقفل على البي بي ما عنديش مشكل. قال وتا قال لك هاد الحوارات الاجتماعيه وكذا ما عنديش مشكل، نزيدكم 20% 30% ما عنديش مشكل. ولكن امتى يكون عندي مشكل هو الى لا بروتيكسيون ما واكداتش هاد الانفاق اللي هو كيتسمى التوازن المالي ديال الدوله. هاد التوازن هذا الا اختل، عرفتي لامباكت ديال السي ادريس راه تيولي في اللون تيرم، كيتفاقم عندك العجل، كيتكونسوم الريزيرف، صافي غادي طيح في ازمه ما عمرك تخرج منها. اخبارك سي سمير الى سمحتي. هو الدوله الجزائريه وسيرتو دارت واحد الخطا في 2017 او تسمى التمويل الغير التقليدي او النون كونفونسيونيل، اللي هو الطبع ديال العمله. في 2017 سنوا واحد القانون سموه الماده 48 مكرر، راه يعرفوها لي زالجيريان، روح ابحث عليها تلقاها. هذه هو ان الدوله يعني البنك المركزي والخزينه كتعطي الاوكي باش انه يتم يعني انتاج ما مقداره 4000 مليار دينار جزائري. اسمع الرقم 4000 مليار دينار جزائري. هاد الكونتيتي هذه تاع الفلوس ككتله نقديه دخلوها في الاقتصاد بدون مقابل، يعني هذه تبقى سلف، هذا كريدي ميم كو الدوله هي اللي عطات الاوكي باش يدار له لانجيكسيون في المارشي. تخيل بان التبعات ديالو سي سمير راه حتى لهاد لي زاني الاخرين عاد بانت الانفلاسيون او التاثير ديال هذيك الكونتي تاع الفلوس اللي بانت دابا اكطوالمون. سي عبد الكريم بولزرد اللي هو وزير الماليه قال بان الجزائر حاليا راهي تسالها 18,000 يعني 18 تريليون دينار جزائري، اللي هي في المجموع ديباسي 130 مليار ديال الدولار، من بينها 4000 مليار دينار جزائري جات غير من هاد البلون شابي. طري بيان. دابا انت باش انك يعني كي تقول انت الفلوس كتدفعها في المارشي اوتوماتيكمون الا ما كانش لا برودكسيون او الامتصاص ديال هذيك الكتله النقديه اللي دفعات في المارشي اوتوماتيكمون تعطيك مشكل. والمشكل راهو كتعيشوا الدوله حاليا، اللي دابا حاليا سي سمير كاينين شركات ما لقاوش باش يتخلصوا دي بروجي اللي المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ما لقاوش الفلوس باش يخلصوا. يعني انت نعطيك اكزومبل، انت مثلا نعطيك مثلا فلوس، انت عندك مثلا دراهم، هاد الدراهم هذه حطيتيها في بنكه، وكاين دراهم اللي انفيستيتيها مثلا في دار، ماشي لا ميم شوز، باسكو الفلوس اللي انفيستيتيها انت في دار اوتوماتيكمون لا فالور ديالها غادي تحافظ عليها
سوا ديزون بواحد البورسونتاج، في حين ان الفلوس اللي بقات غتنقص القيمه ديالها بحكم هاد الزياده اللي غتكون. راه بيان دابا حنا نمشيو البيت القصيد اللي كاين حاليا. صندوق النقد الدولي جا للمراجعه كما نقولوا حنا في اطار يعني الاتفاقيه ديالو كما يسموها بالماده الرابعه في المشاوره ديالو. قال لهم بان الهوامش يعني الماليه اللي ممكن انها تلقى الصدمات ما بقاوش. يعني انت الاف ار ار عندك خوا واللي هو صندوق ضبط الايرادات، هذا ولا فيه زيرو صافي من العام اللي فات ولا من العام اللي قبله. دونك الاقتصاد الجزائري ولا عنده ديريكت مع احتياطي صرف. احتياطي الصرف راه هو كينقسم على ثلاثه. كاين احتياطي صرف اللي هو ليكيد، وهنا ما كيتجاوز 10 المليار ديال الدولار، هذه هي الليكيد اللي عندك في الدوله. والباقي واش هو؟ عندك احتياطي اللي هو 20 مليار عباره عن احتياطي ديال الذهب اللي هو تقريبا 173 طن، والباقي عباره عن اصول قابله انك تبيعها وتحولها لعمله صعبه. هذا الشيء اللي جمعتيه كامل في واحد لابارتي ديالو كبيره كتوصل 68 مليار ديال الدولار. وهنا هذا هو اللي كيديكلاريو ليك. انت دابا لو كان تمشي مثلا البنك المركزي والتقرير ديالو راه كاين نورمالمون، راه عندي تمام هنا نقدر نعطيك يعني التقرير اللي عطاه البنك المركزي الجزائري، وديكلارا الاصول ديالو اللي هي نعطيها لك باكزاكت 21,000 يعني 21 تريليون دينار جزائري مجموع اصول البنك المركزي الجزائري، من بينها فقط 10 مليارات كاحتياطي الصرف ليكيد. فهمت؟ يعني الامور راه كي وصلتي لدرجه الحرجه، يا تعالج الامور يا تدخل في حيط. اوكي دونك ما عندكش الحل. حتى لي زانفيستيسمون سي جباره وربما يقدر يوافقني، لما تبغي دير دي زانفيستيسمون خارج المحروقات وشنو هما لي سيكتور اللي تبغي دير؟ ها هو وزير الاول ورفقه وزير الداخليه البارح داروا خطاب، اسمع. ها في هذه النقطة بالذات نرسل نداء لجميع المتعاملين الاقتصاديين بيهمهم انهم يستثمروا في قطاع الغذاء. الوزارة الأولى الدولة هنا راه حاضر السي سيفي غريب اللي هو الوزير الأول، وحاضر سي سعيد سعيود وزير الداخلية، وحاضر السي عبد الكريم بولزر اللي هو وزير المالية. يعني الدولة كاملة حاضرة، وتوجهوا النداء إلى المتعاملين الاقتصاديين اللي بغى ينفيستي فاش في قطاع غيار. واخ أنا غادي نعطيك قطاع الغيار، اسمع مزيان. أنت هذا فيديو ديال واحد جزائري مستثمر في القطاع الغيار. بلاتي فين هو نتمنى يكون باقي عندي هنا. ها هو واقيلا اظن هو هذا. لا عندي في التليفون الاخر ديال اسمع السي سمير، واحد متعامل اقتصادي خدم في البياس دو روشونج. من بعد نحط الفيديو ديالو. هذا جا قال لهم انا عانينا من البيروقراطيه، يعني باش انك دير بروجي في الجزائر مشكله كبيره. وشنو غادي يدير؟ غادي يمشي للشينوا، غيصاوب له زين ديالو تما. والله اقسم بالله عندي الفيديو ديالو. غيصاوبوا زين في الشينوا، وغادي يدير البرودكسيون في الشينوا، وغادي يعفيو من 5 سنين ديال الضرائب، وغيبدا يصدر لي بياس دو روشونج للجزائر. منين؟ من الشينوا. تجي انت دابا تقول المتعامل الاقتصادي يحل عندك وزين في الجزائر، انت مهبول. لا، وفي ظل الظروف الصعبه اللي كتمر منها الدوله ما يمكنش. شكون هو هذا المستثمر اللي عنده فلوس غادي يدخل في قطاع بحال هذا الشكل هذا في ظل يعني كما نقولوا حنايا الظرفيه الحساسه الاقتصاديه اللي كتمر منها الدوله؟ اوكي نخليو سي جباره عندك ما تضيف هذا السوجي. سي جباره راك حاضر معنا؟ سي جباره راه ربما غير حاضر. تعرف السي ادريس في نفس السياق على الميكانيزمات. ما عرفتش الصوت دابا مسموع مزيان ولا دابا مزيان. الناس كيحسب لهم خاصه الجزائريين ان هذا لو مونطون اللي قلتي راه صحيح، راه تقريبا الى فوازين واحد 70 مليار دولار الديبو ديال لا بنك. هاد 4000 مليار دولار جزائري. صحاب واش لا بنك سنترال تيفيق وبدا يطبع وانجكتي. راه اللي اخطر من الطبيعي هو الميكانيزمات كيفاش كتطبع، لان لا بنك سنترال
اول حاجه باش غادي تقرا شنو خاصها يا اما دي كريدي 10 مليار دولار هذا اللي عندك. ها البنك المركزي، ها الوضعيه ديال 2025. هاي 21 تريليون دينار جزائري هو مجموع الاصول اللي كاينه في البنكه. فيها، اسمع مزيان، فيها عشرات المليار احتياطي صرف، فيها 173 طن ديال الذهب، والباقي عباره عن اصول. وهزيت يديك والسلام عليكم. تفضل اسي سامي. ما غتستوردش به ياك، والذهب ما غتستوردش به، اللي غتستورد به هو الليكيد. هذاك 10 مليار دولار اللي هضرت عليه، و10 مليار دولار ما كامله حتى شهرين ديال الواردات ديال الجزائر. اللي كيرجعوا الميكانيزمات كيفاش كتطبق لا بنك سونطرال نورمالمون في اي بنك سونطرال في العالم. سمير، راهو عندك ضجيج بزاف. شوف، نبقى معاك على تواصل، ونحاولوا نديروا شي لايف اللي يكون عندك شي وقيت راك مرتاح، وهكذا نديروا لايف بعقلو ان شاء الله. على الله سيدي صافي. وانا غادي كي نسالي نعاود نتصل بك. مرحبا سيدي. صافي وصلتك النمره؟ هي وصلتني النمره. تحياتي سي سمير، شكرا لك بزاف. وانا بدوري غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، اوكي. ونحاولوا، انا غادي نحاول شخصيا نتصل بالسي سمير، السي جباره، السي تمار، كاع الاخوان اللي عندهم شويه مع الاقتصاد، ونحاولوا يعني نكومباريو الوضعيه الاقتصاديه سواء للمغرب والجزائر بالمعطيات وبالارقام، وهكذا نوضحوا، وربما نجاوبوا حتى على كما نقولوا واحد قال لي علاش راك تفيقهم. الشبيبه الله يطول لي عمركم، راه لاباج هادي، هاد لاباج هادي فريمون الارقام اللي كتحقق على مستوى الفيديوهات اللي كنشر راهي تفوق هاد اللايفات هادو. وداكشي علاش ما بقيتش كندير انا اللايفات، لان ها انت، انا نعطيك اكزومبل، تبع مزيان. ها انت هاد لاباج هادي ولاتي يا ما باغيش نلعب جوالات. هاد لاباج هادي الله كريتها لمده شهرين. النومبر دي فيو اللي وصلت في شهرين 3 مليون فاصلة 4. هانت عدد لي فيو دو بروفيل 32,000. شوف لي جيم شحال، لي كومونتير، لي بارطاج، واحد 1044 دولار اللي جمعنا. هاد الارقام هادي مقارنه ب 25,000 متبع لهذه الصفحه ارقام كبيره بزاف. لكن على مستوى لي لايف مازال خصنا نبارطاجيوه. قد ما بارطاجيتو قد ما لو نومبر يكبر، قد ما عدد المشاهدين يزيدوا. هذا هو اللي نبغيو. انا نطلب من الاخوان الله يجزيكم بخير، راه العمل، سمحوا لي بزاف، العمل اللي راكم ديروه نتوما راه لا يقل على العمل اللي كنديروه حنا. راه انتم خدامين جنود خفاء وحنا حالين لايف وجالسين هنا. يعني انا كي ندير لايف، الا راك انت غادي معايا في نفس النيش وغادي معايا في اطار تقديم المعلومه، الا ما كنتيش يعني تعاوننا في ابسط الامور اللي هي بارطاج وشويه ديال التكبيس، راه يصعيب الحال. راه حنا تم الخاطر ما كيبقاش، وكتقول اودي اش دانا حنا كاع هذا الحبس كاع، وكتقول لا وخاصنا نرجعوا لنفس ما معنيناش وكذا، وكنقولوا لهذا الله يجازيكم بخير. راه انا شخصيا استفيد من الاخوان، من شخصيات كبيره هنا، ونستافدوا كاملين، نطلعوا معنا الجزائريين اللي عندهم كما نقولوا الاكادير يا ربي. علام خاص بوحدك انت علام. لهذا والله العلي العظيم اوجه رساله الى جميع المغاربه، الله يجازيكم بخير. انا راه لا اسيء الظن فيكم، وما غاديش ندير كما نقولوا كلام، بالعكس كل انسان عنده حر، وهادشي اللي نطلبوه راه فضلا وليس امرا. فلهذا الله يجازيكم بخير، حاولوا تعاونوا معنا قدر المستطاع باش كومسا نبقاو غاديين بنيفو بريتم طالع. احنا اليوم كنا في 1300 وما شاء الله الاخوان كانوا حاضرين وهذا، دونك الله يطول اعماركم. حاولوا انكم تخدموا معنا في هذا الكوتي باش الامور. خويا محمد ربي يحفظك. ربما
اذا نكتفي بهذا القدر ونعود. الناس اللي مازال ما دارتش ابوني يديروا ابوني، يديروا لنا قلب اورانج هنايا، اللي عنده شي عمله ولا هذا يدير قلب اورانج. هادو هما الحويجات، ومره مره كنلعبوا جولات، لان التيك توك تا هو ملي شاف الصفحه ديجا طالعه والامور هذا ولا يوميا يقول لي العب جولات، هذه الفرصه الاخيره، دير افعل، وهي ما كاينه حتى وحده. الباتري غادي يطيح لي الشبيبه، دونك نعود ان شاء الله.